استنى يا قلب اخوك رايح فين؟ جايب لك خلاصة نادي الزمالك والاخبار اللي انت مستني تسمعها. هتقول لي اخبار نادي الزمالك مفضوحة واخبار نادي الزمالك معروفة. اقول لك انا جايب لك المستخبي. طبعا زي ما انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان الزمالك اتم التعاقد مع 5 صفقات. خلاص الصفقات دي معروفة. طبعا قبل اي شيء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تعمل لي شير وفولو ولايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب. انا شايفك اهو. اول لاعب طبعا الزمالك اتعاقد معاه هو الحارس المهدي سليمان. الحارس الخبره، الحارس الكبير، مش كبير في السن بس، لا هو حارس كبير وحرفيا مظلوم اعلاميا. والحارس ده انا متاكد اللي هو يبقى حارس رقم واحد في نادي الزمالك، والايام بيننا والموسم هيبدا والدنيا مش بعيده، وان شاء الله هنشوف حارس كبير يقدر يشيل نادي الزمالك على مدار 3 4 5 سنين قدام. تاني لاعب وهو المهاجم الجناح شيكو بنزا، اللاعب الانجولي، اللاعب اللي هيعمل بوم طخ حرفيا، وهيفكرنا شويه بصفقه بنتايج اللي كان جاي عليه كلام كتير وعليه لغط كتير. صفقه مفيده، صفقه مش مفيده، هيفيد النادي مش هيفيد النادي. ده اللي هنشوفه خلال الموسم. اللاعب الثالث هو اللاعب الفلسطيني ادم الكايد، لاعب مزيج كده بين المهارات، مزيج كده بين مهاره ايمن حفني على مصطفى فتحي على محمد ابراهيم. هنشوف حاجه حلوه ان شاء الله. رابع لاعب وهو المهاجم احمد شريف، مهاجم نادي فاركو. ونادي فاركو الزمالك الفتره الجايه هيبقى ليه معاه حكايات، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان جون اودوارد طبعا كان شغال في نادي فاركو، ففي علاقات، ففي الدنيا متسهله. عشان كده خلص صفقه احمد شريف على طول، وخلص صفقه اللاعب الخامس بقى اللي احنا جايين له، عمرو ناصر، المهاجم اللي حرفيا انا بشبهه بباسم مرسي نسخه 2015، وحط تحتيها 900 مليون الف خط. لان النسخه دي كانت حرفيا كنا احنا مسمينه باسم الملقاط، يعني كان حاجه عجيبه باسم مرسي حرفيا. دول الخمسه بقى اللي الزمالك خلصهم. نيجي بقى للعيبه اللي الزمالك لسه في كده التفاوض معاهم، ولسه في كلام ولسه في قعدات ولسه في جلسات ولسه في شغل من تحت لتحت، وهنشوف كلام كتير. اول لاعب هو طبعا زي اللي ساير في الاعلام وزي اللي متشاف في الاعلام وزي اللي معمول عليه بروباجندا، هو اللاعب حامد حمدان. وحرفيا الصفقه دي هتفيد نادي الزمالك سنين قدام. اللاعب ده حرفيا تتمناه يبقى في فريقك، لاعب نص ملعب زي ما الكتاب بيقول، حاجه كده في القوه الجسمانيه والشويط، مهاري، بيعرف يخلص، بيعرف يلعب تحت المهاجمين، بيلعب بوكس تو بوكس، حاجه كده هيعجبك. لاعب بجد شخصيه، وانا اتمنى ان الصفقه دي تحسم. وكفايه ان هو الراجل ده مموت نفسه حرفيا عشان يجي نادي الزمالك، يعني قاتل نفسه. الراجل بيصحى من النوم يحلم بنادي الزمالك. فاتمنى ان هي تتم الصفقه دي، صفقه هتفيد نادي الزمالك جدا. الصفقه اللي بعديها وبرضك انا بتمناها من سنتين ثلاثه، اللاعب الموهوب محمود صابر. اللاعب ده حرفيا اتظلم في نادي بيراميدز، انا مش عارف اللاعب ازاي بعد ما كان طالع نجم بيراميدز خليه نازل، يعني بجد لاعب مظلوم حرفيا وهيفيد نادي الزمالك جدا. اللاعب بقى الثالث وده اللي هيبقى مفاجاه، وهتصحوا بيوم من الايام هتلاقيه لاعب في نادي الزمالك، والزمالك بيحاول فيها يرد على بعض الصفقات اللي الاهلي عملها، وهو اللاعب الموهوب احمد عبد القادر. الموهبه اللي هي ما جاتش كتير في الكره المصريه، اللاعب اللي هو تحس ان هو ستايله شبه نادي الزمالك، هيفيد نادي الزمالك، هينفع نادي الزمالك. اخواتي وحبايبي قولوا لنا مين تاني ممكن من الصفقات اللي الزمالك يكون بيتعاقد معاه واحنا مش واخدين بالنا، واللي ممكن يفيد نادي الزمالك. سلام عليكم.